بحث عن المباغتة. هنا إخراج الكرة لفائدة ناصر الجيش الملكي العرضية، فرصة في خطورة. جول 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 جول. الهدف الأول لفريق الجيش الملكي بدون رقابة بدون متابعة. تستثمر الفرصة من جانب حمزة إيجامان الذي يفتتح حصة التسجيل لفائدة فريق الجيش الملكي. لاحظوا من الهجمة عبر الجهة اليسرى، تقدم الجهة اليسرى تلعب بحث عن الرأسية ولكن تمر حول استغلال محمد ربيع حريمات. البناءات الهجومية لفريق المولودية هنا بالراس، عدم استثمار هذه الفرصة من جانب هشام مرشاد. عاد في الصورة من الجهة اليسرى، إبعاد الكرة طويلة أمامية من وسط الميدان. هنا ماذا يقول الحكم؟ دعم المساندة، التسديد تبع الخطورة لعناصر المولودية الوجدية، وحاول التسديد من كريم بن عريف، مرت جانبا بالجانب كريم بن عريف، واحد من الاسماء التي حمزة يمرر الكرة الأمامية، لكن هنا العودة سريعة، هنا الخطأ، هنا التسديد، هنا الارتباك، هنا الفرصة بالشديد على ناصر الجيش الملكي، هنا الارتباك، هنا الفرصة بالشديد على ناصر الجيش الملكي، وتضيع هذه الفرصة بالجديد لقاس يلعب بمصر عن الجولة الأولى. هنا محاولة خطيرة، فرصة استلام تسديدة، جول 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 جول. لعبت بشكل جميل، عرضية لاحظوا هفوة هنا على مستوى المحور، حسنا فعل هشام مرشاد حينما ترك الكرة. العرضية من الطرف الأيمن بتواجد مروان المزاوري، هشام مرشاد ترك الكرة لفالين بور الذي يسكن في شباك فريق الجيش الملكي، وتصبح النتيجة هدف مقابل هدف. فرحة من طرف اللاعب في الصورة طويلة، كرة من الجهة اليمنى، محمد مفيد ثالث عن محمد مفيد، غادر الراس من مفيد، صراع على الكرة في خط الوسط. هنا خطأ يرتكب من جانب هشام مرشاد، يمنح تمشي من الجهة اليسرى، محاولة المراوغة من الجهة اليسرى. ماذا يشير الحكم؟ يشير بوجود المخالفة. يسألكم ضرر اللي كان يتوج من خلال فريق الجيش الملكي. إذا هناك بطاقة حمراء لمانويل مانشيم، وقد يتلقى ضربة موجعة. جلال إذن يقول لهم واصلوا باكتفى بالبطاقة الصفراء. إذن دقيقة الجولة الأولى، تجاوزنا نصف ساعة من اللعب الآن، الربع ساعة المتبقية والأخير. حدرف يتقدم، حدرف لامين دياكيتي، فرصة خطيرة خطيرة، ضاعت الفرصة العسكرية بغرابة، ضاعت والصاد لم يستطع. فرصة عسكرية خطيرة خطيرة خطيرة، ضاعت بغرابة من شديد. ليفار يضيع فرص، ومصطفى الصاد يضيع أسهل. كريم تمريرة، فرصة، والحارس بعيو في المكان المناسب. التدخل الفتاح، التحضير بالجهة اليسرى، يغطي دفاع عبر انيس سمراح، ارتباك بين الفيل، تنفذ عبر القائم الثاني بالراس فاليري بول، تغادر ركلة مرمى لعناصر فريق الجيش الملكي. من الجهة اليسرى هشام، انطلق هشام مفيد وهشام سراج. قول ماذا يشير بركلة جزاء لفريق الجيش الملكي، يمنح ركلة جزاء لفريق الجيش الملكي وسط احتجاجات من طرف الأساس. تنفذ إذن الفرصة، تسدد، جول دينيس بورغيس يسجل الثاني في حدود دقيقة 52. والليفار الفريق العسكري ابن العاصمة يفتتحون حصة التسجيل في هذا الشوط الثاني. تلقى مصطفى الصاد، الثالثة تقرب الفريق العسكري من نقاط الثلاث. جول حمزة إيجامان يسجل الثالث، ويقرب الجيش الملكي من الظفر بالنقاط الثلاث على الطائر على السريع، بعد تحول سريع، بعد هفوة دفاعية تظل الهفوات الدفاعية. تلعب في مناطق الفريق العسكري، ضغط وجدي، فريق المولودية يخليها لوكيلي عبر القائم الثاني، كرة بالراس، لامين دياكيتي طويلة في الخطورة، فرصة جول